لقد غادرنا محمد، فهو غير راض عن أسلوب بيعنا وشرائنا. رفض أن نضع أسفل الصاع بعد الحجارة قبل أن نملأه تمرا ليأخذه الشاري أقل وزنا. ماذا في ذلك؟ في تمرك الأصفر الجيد هذا تعويض عن هذا الوزن. لقد رفض أن يستدين مالا كرأس مال، فكيف سيصبح تاجرا إذا؟ أردنا عليه أن يتاجر في الخمور فرفض، وفي أثواب النساء فرفض أيضا، فليبقى إذا فقيرا أبد الدهر. هل رأيتما محمد بن عبد الله؟ وماذا تريدين منه؟ لقد ترك التجارة. خاطبين نحن. هل لدى سيدتك خديجة ما تبيعه أم تريد أن تستأجره شابا ليحرس تجارتها في رحلة الصيف؟ لا هذا ولا ذاك، أنا أريده وكفى. وحق الآلهة، هذه ليست خادمة، إنها كاتمة سر. وأي سر يا ترى؟ لا تستعجل، سنكتشف كل الأسرار. هيا بنا إلى نادي القوم نلهو ونتدرب على فنون الفروسية. ما أخطأت مولاتي خديجة إذ بعثت بي إلى ذاك الشاب محمد. كم يختلف عن هؤلاء الشبان، فهو لا يغش الناس. ألا تحبين أن تشتري من أثوابي الجميلة أيتها الجارية؟ أما محمد فوجهه جميل ويطرح بنور غامض. تكلمين نفسك يا هذه؟ وهل عثرت على محمد بن عبد الله؟ وما شأنك أنت؟ اذهبا إلى لهوكما وفراغ وقتكما. لن أحدث هؤلاء الشبان عما اتفقت عليه مع محمد، فقد رضي أن يسافر مع تجارة سيدتي خديجة، ولم يبق إلا أن يقابلها بعد المغيب ليتفق على الأجر. إذا كان أمرك مع محمد من أجل التجارة والسفر فقد خاب سعيه، فهو لا خبرة له بالتجارة. اغرب عن وجهي. ما عمر هذا الشاب محمد؟ يقولون إنه قارب 25، أي أنه في سن الزواج؟ لا، بل تجاوزها قليلا. لماذا لم يتزوج بعد؟ سيدي أبا طالب، يا سيد آل عبد المطلب، بشراك. ما بك يا مبروكة؟ لقد وافق ابن أخيك محمد على أن يخرج بتجارة سيدتي. وهل طلب هو منها ذلك؟ لا. هل بيننا من يعسر؟ هي التي عرضت علي بواسطتي. يا لمحمد هذا، ويا لعفته وكبريائه وسمو خلقه. كم أنا سعيد إذ اختارته خديجة سيدة نساء مكة وشريفة بيت خويلد لتأمنه على تجارتها. أجل يا سيدي، أليس هو من يسمونه الصادق الأمين؟ فلأسلم إذن على خديجة وأبارك لها. ليت سيدتي خديجة أصغر سنا لكانت تزوجت، ولكن لا يهم، فهي لا تزال جميلة ونضرة وقادرة على الإنجاب، ولعل القدر يجمع بينهما. ها؟ ما لي ولهذه النجوى؟ الأمور ليست كذلك. محمد أمين على التجارة وكفى. يا أهل مكة، يا أهل مكة، عادت قوافل التجارة من الشام. مبروكة مبروكة، ها هي القافلة. انظري إلى الإبل، ألا تسير ببطء لما فوقها من أحمال. أنت يا وجه الفأل والسعد، لم يظن أن تجارة يكون فيها محمد بن عبد الله يمكن أن تخيب. يا لفرحتي عندما يبلغ سيدتي خديجة أن زوجها الحبيب قد عاد سالما غانما. لقد تحققت نبوءتي، وها قد أصبح محمد زوجا لسيدتي. ومضت الأيام
ومحمد يخرج في تجارة زوجته خديجة ويعود إلى مكة لينفرد أغلب وقته في كهف في جبل هو غار حراء، يتأمل ويفكر في إله الكون. وإذا ما جاء شهر رمضان. ما قصة ابن أخيك يا أبا طالب؟ يكاد لا يبرح ذاك الغار. أجل، فهو يذهب إليه دوما، وبخاصة في رمضان، إنه يعتكف به تاركا زوجته وأولاده وتجارته. وهل أخلف معك عهدا في التجارة؟ لا، ولكن كأنما أصبح غريبا عنا وعن آلهتنا. اسمع يا وجيه القوم، محمد لم يعد ذاك الشاب الصغير، لقد أصبح رجلا ناضجا في ال40 وليس لأحد منا سلطان عليه. اهدئي يا مبروكة، اهدئي. ماذا يمكن أن تفعل سيدتي خديجة أكثر من أن تضرب خياما لنا ولها قرب الغار؟ سيدتي قلقة كثيرا على سيدي محمد، فقد طال غيابه في حراء، وهي تخشى عليه طول التأمل. لا تخافي، لقد أرسلت إلي من يتعجل عودته. لا أعلم يا أختي، لا أعلم. اخلدي إلى النوم الآن، وغدا نستطلع الأمر. الطقس هادئ، وكل ما في الطبيعة ساكن، لا صوت ولا ريح. وسيدتي خديجة في الخيمة المجاورة يفر النوم من عينيها. في تلك الليلة من ليالي شهر رمضان حدث أمر عظيم ومهيب. جبريل عليه السلام يأتي إلى محمد ويعرض عليه كتابا، ثم يطلب منه أن يقرأ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ما بك يا زيد؟ أفزعتني من نومي. هل حدث مكروه بسيدي محمد؟ لا، ولكن سيدي عاد من الغار شاحبا مرتعدا يتصبب منه العرق. ما بك؟ هل هو مريض؟ لا يا مبروك، لا. إذا ما به تكلم. سمعته يحدث سيدتي خديجة عن أمر غريب حدث له. أجل. وعن صوت كان يناديه ويقول له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. محمد رسول. سيدتي خديجة تصدق ما يقول، وفي الحال أرسلت إلى أبي بكر فصدق الأمر سماعا، وكذلك علي الصغير الذي أنصت إليهما. وأين سيدي محمد الآن؟ إنه يطوف بالكعبة كعادته كلما عاد من حراء. اسمعي، يقولون إن سيدي محمدا قد جاءه الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإنه نبي. ما كل هذا؟ وأخذ محمد يبشر برسالة الإسلام ويدعو الناس إلى نبذ الأوثان وعبادة الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. يجب أن نوقف محمدا عند حده. أجل، فهو يحتقر آلهتنا ويدعو لعبادة إلهه. لقد آمن به عدد كبير من القوم. لابد من وسيلة للتخلص منه. نقتله؟ فهل نأمن ثأر بني هاشم؟
لنأتي إذا من كل قبيلة بشاب فنقتله، وبذلك يتوزع دمه بين القبائل وننجو بفعلتنا. هذا فراشه وهو ينام متدثرا بموتته. فلنقتحم بيته ونقتله. لا، لننتظر حتى يخرج إلى صلاته عند الفجر فننقض عليه. وفي تلك الليلة كان محمد وصديقه أبو بكر يشقان طريق الهجرة إلى يثرب، وقد خرجا خفية تحت جنح الليل. إنه الفجر. هيا أفيقوا، لقد طلع الفجر ومحمد لم يخرج من داره. إذا هيا إليه في الداخل. إنه ليس محمدا، هذا علي. لقد خدعنا محمد وهرب. هيا نلحق به. واقترح محمد على أبي بكر الصديق أن يتواريا عن الطريق في أحد الكهوف، بينما كان المشركون يتتبعون الأثر بحثا عن محمد. ولكن الله دبر أمرا لم يكن بحسبان المشركين. وانظروا كيف نسجت العنكبوت اختها، وانظروا الى هذه الحمامة التي وضعت بيضها. لا يمكن ان يكون ومن معه هنا. هيا نبحث في مكان اخر. وهكذا أنقذ الله سبحانه وتعالى نبيه وصاحبه أبا بكر من بطش المشركين، فتابعا مسيرهما حتى وصلا إلى يثرب، فاستقبله الأنصار استقبال الأطفال. لقد وصل. ها هو رسول الله. لقد وصل رسول الله. لقد وصل رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبعد سنوات من نشر الدعوة عاد محمد إلى مكة مع من هاجروا في سبيل الإسلام، فحطم أصنام الكعبة وأعلن الإسلام، وصلى الله عليه وسلم.